واخد نفس اللوجو ونفس كل حاجه ونفس الباكجنج. اشاعه دايره كده في البلد اليومين دول ان البيك فتح في مصر، فرحت بنفسي عشان اتاكد. الفرع ده فتح في مدينتي في كرافت زون 2. هو المنيو بتاعه مش كبير، عنده مسحب وفرايد تشيكن وساندوتشات. طلبت معظم الحاجات اللي عنده عشان نجربها، مع ان انا اشك ان البيك فتح في مصر من غير يعني الهوجه الكبيره دي. شكل المحل متواضع شويه، صغير شويه، في قاعده كده لطيفه. الاسعار بتاعته بصراحه غريبه شويه حتى بالنسبه للمسحب اللي موجود في مصر، نفس اللوجو ونفس كل حاجه ونفس الباكجنج. خلينا نبدا باول وجبه، 6 قطع مسحب. دول 6 قطع مسحب بيجي معاهم عيش وبطاطس. دي اغرب وجبه مسحب بصراحه حتى عن المسحب المصري، هنجربها دلوقتي. الوجبه دي 122 جنيه وده سعر مبالغ فيه برده بالنسبه للمسحب اللي نزل مصر. بيجي معاها 2 صوص، 2 من دول غالبا فيهم واحده توميه. لو ده تعريفكم للمسحب فانت مش البيك يا معلم، يعني ايه المنظر ده؟ بعدين اصلا القطع مش زي بعضها، بص دي رفيعه ازاي ودي مبططه، وشويه بطاطس بصراحه كويسين. بطاطس فارم فرايز عاديه، البطاطس حلو شغال، مملح شويه بس ماشي. دي المسحبايه يعني كما يطلقوا عليها، ده تعريفهم للمسحب. حرفيا فراخ بانيه بكميه زيت رهيبه. فراخ بانيه يعني ما فيش خالص. بصوا فراخ ماشي، مش مفرومه، بس دي فراخ بانيه. حتى تضليعه المسحب وشكل المسحب بتاع البيك، يعني عاوز تكبيره سهل جدا على فكره. ده في اصلا شركات دلوقتي بتبيع لك المسحب ده جاهز، تقليه على طول في النار. ده مش مسحب بكميه الزيت الغريبه دي. كمان سعره بالنسبه للمحلات اللي عملت مسحب في مصر زي بازوكا وهارت اتاك والهوجه اللي شفناها من المسحب دي غالي. 6 قطع 122 جنيه. خلينا ندخل على تاني حاجه، وجبه بروست فرايد تشيكن 4 قطع، بيجي معاه بطاطس و2 صوص وقطعه عيش ب 179 جنيه. مسمينها دجاج البيك. العيش برده كايزر والبطاطس 4 قطع صدر وجناح، بس مش عارف ايه كميه الزيت اللي محطوط عليها دي، انا ايدي كلها زيتت. في جايه دبوس ونص الصدر التاني، فهي وجبه نص فرخه يعني، والبطاطس والعيش. بس رغيف العيش غريب مريب كده شويه، بس عادي يعني كايزر اللي متعودين عليه من محلات الفرايد تشيكن في مصر. خلينا نشوف فرايد تشيكن. تتبيله زايده حاجه بسيطه، انا طلتها عادي مش سبايسي، وهي لونها احمر كده. بسم الله. فراخ سودا من جوه، لحمها حتى مش ابيض. فراخ واضح ان هي مش فريش ومتجمده عندهم وبعدين قالوها، بس استغرب من كميه الزيت اللي موجوده دي. الكيله دي احسن حته في فرايد تشيكن تقريبا، معرفش ازاي وصل لها كميه الزيت دي برده. بس دي لحمها ابيض شويه ونضيفه شويه من جوه. بسم الله. مش عارف احدد هي عاديه ولا سبايسي، انا طالبها عاديه بس فيها سنه سبايسي شويه. السؤال الوحيد بس هي كميه الزيت دي. طب تعصرها زيت، الواحد ايده خلاص يعني بيشرب زيت مش بياكل زيت. دم يا جدعان في الفراخ. كل ما باخدش في الفرخه بكتشف حاجات غريبه. ده دم على يا ابني، يمكن الامل فيك. دي اخر حاجه انا طلبتها من عندهم، ساندوتش البيك سنجل. ده يعني اكتر حاجه فيهم شكلها لطيف، قطعتين ستريبس كبار وخس مايونيز وبس كده. الساندوتش ده سعره 85 جنيه، شبه المايتي زنجر شويه. ده حاجه المفروض احس بيها في الساندوتش، هي قطع الفراخ. هنا حاسس ان هي شويه مفروم فراخ على قطع، طعمها غريب شويه. حاسس البانيه ده في المحلات المجمدات اللي بتبيع البانيه المجمد، يعني هو ده طعمه بالظبط. طعم الملح الصوديوم باين فيه شويه. تكوين الفراخ مش عاجبني قوي بصراحه، يعني الساندوتش تحسه دراي كده، محتاج صوص، محتاج حاجه. حتى المايونيز اللي تحت ده طعمه مش باين قوي. عاوز اجرب التوميه بتاعتهم برضو. بسم الله. يا مسا غريب قوي في البق، وتحس ان هي سايله قوي. مش عارف التوميه دي بتتكون من ايه، بس دي يعني انا اسف ان انا اقول كده، بس من اسوأ التوميات اللي ممكن تاكلها. ده صوص باربيكيو تقريبا، شغال مش وحش. تحسه ميكس كاتشب على باربيكيو، فكسر طعم التدخين قوي. ملخص التجربه بقى، التجربه عباره عن زيت. واحد سارق اسم البيك في مصر. انا بصراحه ما بحبش حركه زي كده، يعني انت لو هتفتح في مصر افتح محل وحط فيه خبرتك، حط فيه مجهودك، مش تجيب اسم من بره وتعتمد انك هتبيع عشان بس مسمي البيك. يعني انت لو سميت اي حاجه واجتهدت وخلصت الموضوع الزيت ده وما قلتش ان ده مسحب، ممكن تشتغل شويه في مصر. لكن حاليا حتى انا رحت المحل لقيته فاضي، بالرغم ان انا شفت له صور كان زحمه شويه اول ما فتح طبعا، لان الناس اكيد فاكره ان ده البيك. فده مش البيك بربع جنيه. ما بحبش قوي اضغط لما بلاقي حاجه وحشه في الفيديوهات، بس بصراحه الموضوع عباره عن زيت في زيت في زيت، وده مش مسحب. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، وما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كودز دي، تاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.